السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه العائله الوليدات؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. ومن جديد مرحبا بكم معايا في قناتكم المهم تحدث وصفه جديده. كيف كتشوفوا اليوم ان شاء الله غنوجدوا هاد الطريقه ديال السرديل ديال المعلبات بكميه كثيره وبارخص ثمن وبمكونات جد بسيطه. ما عليك غير تشري السرديل واجي معايا نحضروا هاد الوصفه هذه اللي هي اقتصاديه وسريعه التحضير. وصدقيني راه كتجي احسن من ديال اللي كناخذوا على برا، وممكن تحتفظي بها في الثلاجه لمده ديال 15 يوم 20 يوم، راه ما كتفسدش، كتبقى هي كتبقى مزيانه وصراحه كتجي لذيذه وكتجي غزاله. واهم شيء انك مطيبها على يدك وعارفه اشنو دايره فيها، وكتوكلي لوليداتك شي حاجه اللي نتيا مطامنه عليها. وحتى بالنسبه لك انت الا بغيتي تاكليها كتاكلي شي حاجه نقيه وشي حاجه اللي عارفه بدون مواد محافظه. والمواد المحافظه اللي كنديروها ديال الدار، يعني شي حاجه صحيه 100%. وعلى بركه الله غنبداو هاد الوصفه. غادي نحتاجوا الكميه السرديل اللي بغيتي. يعني هنا انا خديت لي زونشوا، صراحه خديت لانشوبه، ولكن كتحضريها حتى بالسرديل. خديت 2 معالق كبار ديال الهريسه، 2 معالق كبار، وهاد الكميه كتغير على حسب الكميه ديال السرديل اللي عندك. وخديت حامضه كبيره غادي نعصرها وغناخذ الماء ديالها، غير الماء ديال الحامض كيف كتشوفوا معايا. والدور ديال هذا الحامض هو انه اول حاجه كيعطينا واحد اللذه واحد المذاق محمض للسرديل ديالنا. ثاني حاجه انه ممكن نستعملوه كماده محافظه، يعني كتحافظ لنا، كتبروتيجي لنا هذاك السرديل من الفساد. هنايا ضفتو لهذيك الهريسه، وهنا كنضيف كنور هنا انا خديته بودر. هنا كنور ديال الخضره، ماشي ديال السمك، ماشي ديال حتى شي حاجه، غير ديال الخضره. الا ما كانش عندك متوفر كاون بودر تاخديه دويمه ماشي مشكل. بالنسبه لي انا خديت 2 معالق هنا ديال الدويمه، عفوا ديال الكنور. الا كان عندك دويمه غتستعملي غير دويمه وحده، لان مالحه باش ما يجيك السرديل المالح. وهاد الوصفه هذه راه ما كنديروش فيها نهائيا الملح، لان الهريسه مالحه، الحامض محمض، الكنور فيه الملح. يعني هنا كنستغناو بتاتا عن الملح، ما كنستعملوهاش. كنضيف قياس ديال معلقه كبيره ديال زيت البلديه كيف شفتوا معايا. وهنا راني ضفت معلقه كبيره ديال الخل. هاد الخل من الاساسيات ومن الضروريات. لا بغينا نحافظوا على هاد الوصفه هذه لمده اطول في الثلاجه ضروري خصنا نزيدوا هاد المعلقه. وبطبيعه الحال بغينا نحتفظوا بها في الثلاجه كنديروها في واحد البواطه وكنحكموا السدان ديالها. ووقت ما بغينا نجبدوا راه حنا كنجبدوا كنعاودوا نسدوها دائما باش كنحافظوا على الرطوبه ما تدخلش ليها. هنا بعد ما وجدنا لاصوص غادي ندوزو للطياب ديالها. غادي ناخذ واحد المقله او طنجره اللي تكون ما تلصقش، غادي نضيفوا ليها تقريبا 4 كاس ديال زيت البلديه و4 كاس ديال زيت المائده. وغادي ندوزو ناخذ السرديل ديالنا اللي حنا ديجا نقيناه وحيدنا له السنسول وخليناه كينشف مزيان باش ما يطلقش لينا الماء بزاف، حيت السرديل ضروري غادي يطلق الماء، غير هو ما غاديش يطلق لينا الماء بزاف الا سقطرناه. صافي هنايا غنبداو ناخذ هذيك لا ماريناد، غنبداو ندهنوا وحده ونحطوا فوق منها الاخرى، بحال ملي كنبغي نسويو السرديل معمر بالربيع ولا بهذا نفس الطريقه. كناخذوا بهذا الشكل هذا وكناخذوا كنحاولوا نختاروا القطعه ديال السردين. كيف شفتوا هنا انا راه لقيتها صغيره على هذيك التحتانيه وعاود اختاريت واحده اخرى، يعني كنحاولوا نديروا وحده مع وحده اللي يكونوا مقايسين. كنستمروا بحال هكا حتى كنكملوا كنديروا كنحطوا في هذه الزويته هذه. ولكن كيف قلت لكم البوطه راها مهيله بزاف. صافي كنستمروا هكا حتى كنكملوا الكميه كامله ديال السرديل ديالنا. وكيف كتشوفوا معايا الا لاحظتوا راه بدا السرديل كيطلق ديك الماء ديالو، يعني فوا كيسخن الزيت وكتبداي تحطي في السرديل كيطلق الماء ديالو. صافي ملي كنكمل السرديل ديالي كله بهذاك الشكل اللي شاط ليا من لا ماريناد كنحطو فوق منه، كنضيفوا ليه من الفوق، ما كنديروا لا ماء لا حتى شي حاجه. كنغطيو الطنجره ديالنا ونخليوه مده ديال 5 دقائق، ما كنفوتوهاش، كيطلق الماء مزيان في هذيك المده ديال 5 دقائق. شفتوا كيف شفتوا معايا راني كنوريكم البوطه راها مهيله على دميعه.
باش السرديل ما ينشفش لينا دغيا وكيطيب على خاطرو، كيطلق ديك المياه ديالو فين كيطيب. وإن فوا هو كيطلق ديك الماء كتنسجم لينا مع ديك لاصوص، كيعطينا واحد اللذه واعره ديال السرديل. يعني كنشوفوا ديك النسمه ديال البحر كيف كتشوفوا معايا. انا راه هنا كنحرك فيها بلا ما كنستعمل لا عاشق لا والو، كنحاول نديع هذيك لاصوص فوق من السرديل. ودابا غادي نزيد في البوطه، حيت خاص السرديل يتشرب لينا وتبقى لينا غير ديك الزويته. هذاك الماء خصو يتشرب مزيان، خصو يشربوا هذاك السرديل ديالنا. الا جهدنا البوطه من اول لحظه، السرديل ما غاديش يطيب لينا مزيان وغادي يتحرق لينا، حيت ما غاديش يطلق الماء. داكشي علاش كنمهلوا البوطه حتى كيطلق المياه وكيطيب على خاطرو. كيف شفتوا معايا راه شكلا راه غزال صراحه، وحسن من قلت لك ديال الزنقه اللي كنشريو من المتاجر. شوفوا الزويته اللي بقات لينا. هاد الزويته هذه هي اللي غادي تبقى لينا وغادي نحافظوا بها، غنديروها في البواطه وغادي نحافظوا بها على هاد السرديل ديالنا. شوفوا كيفاش جا، راه طاب من داكشي. وهاد الوصفه هذه ما كتعداش 10 دقائق باش كطيب. وهانتوما كتشوفوا كيفاش طاب، راه طاب مزيان صافي. وغادي ندوزو غادي نذوقوا دابا. راه الصراحه ما نقولش لكم اللذه اللي جا فيها، ويحسن من ديال الزنقه ب1000 درجه. كنتمنى انك ديري هاد الوصفه وتستافدي من هاد الوصفه هذه، لان حنا الوليدات الصغار كيبغيو بحال هاد الشكل في الساندويتشات. من الاحسن طيبيه في دارك وتعرفي اش كتوكلي لوليداتك بلا مواد حافظه بلا حتى شي حاجه. يعني حتى المواد الحافظه اللي كنستعملوها راها طبيعيه 100%. وبهذا الشكل هذا كنكون وصلت لنهايه الفيديو ديالي. نتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معايا واستفدتوا، وما بقى لي الا نودعكم على امل اللقاء بكم في وصفه جديده وفيديو جديد باذن الله. مع السلامه.